السلام عليكم مستمعينا الأعزاء. رجعنا لكم اليوم أنا سعيد وصديقتي هند باش نوصلوا لكم الحقيقة اللي بزاف كيتجاهلوها. تجويع ديال الشعب الفلسطيني في غزة ماشي غير معاناة إنسانية، بل هو جريمة في حق القانون الدولي وخرق واضح لحقوق الإنسان. بصراحة يا سعيد، اللي واقع تحت الحصار هو كارثة كيصعب على البال يصدقها. المئات الآلاف من الأطفال والعائلات تايهين وسط الجوع، الأمراض والنزوح. لكن هذه المعاناة ما جاتش بوحدها، راها نتيجة مباشرة لأفعال الجيش الإسرائيلي لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وصفتها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. القانون الدولي كيقول بوضوح استعمال التجويع كسلاح ضد المدنيين ممنوع وكيتصنف كجريمة حرب. المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية ديال جنيف كتلزم أي جيش يحمي المدنيين ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين. الإغلاق الكامل للمعابر، منع دخول الغذاء والدواء والماء، وتعريض سكان غزة لمجاعة هو خرق مباشر لهذه القوانين. حتى تقارير منظمة Human Rights Watch والأمم المتحدة أكدوا أن الجيش الإسرائيلي مشى بعيد لمنع قوافل الإغاثة من الدخول ودمر البنيات الحيوية بحال المستشفيات والمدارس والمساجد. أكثر من 90% ديال المدارس تدمرت والمستشفيات بقات بلا كهرباء ولا دواء. هذا الشيء كامل كيتسبب في مآسي إنسانية وكيزيد الطين بلة. كيقول القانون الدولي الإنساني حتى في الحروب المدنيين ما خصهمش يكونوا هدف. أي اعتداء على الحياة اليومية ديالهم أو حتى تهجيرهم بالقوة يعتبر جريمة. ولكن الواقع اللي كيشوفوه الفلسطينيين كيأكد أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خروقات متعددة: استعمال أسلحة ثقيلة وسط الأحياء، تدمير المنازل، ومنع الناس حتى من دفن موتاهم بكرامة. واليوم القضاء الدولي كيتحرك والمحاكم بدأت كتصدر أوامر ضد استمرار العمليات اللي كتفاقم الوضع الإنساني بغزة. الأصوات الحقوقية كتقول خص العالم كله يوقف مع أهل غزة، مش فقط بالدعم ولكن حتى بالمطالبة بالمحاسبة على هذه الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية. كنبغيو نختم هذه الحلقة برسالة أمل، ولكن وخا الألم كبير وإحنا عارفين أن التضامن ديالكم ونشر الحقيقة ممكن يغير شي حاجة حتى ولو كانت صغيرة. صوتنا اليوم هو جزء من المقاومة وصوت الحق ضد الظلم. شاركوا هذه الحلقة مع ناسكم وبقوا دايما معنا لنوصلوا لكل واحد صوت غزة ونذكروا العالم أن الإنسانية فوق كل شيء.